اقتحم نادي الزمالك المصري سباق التعاقد مع الجزائري يوسف بلايلي لاعب أجاكسيو الفرنسي السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويتواجد يوسف بلايلي في وضعية لاعب حر بعد انتهاء العقد الذي كان يربطه بنادي أجاكسيو الفرنسي حتى نهاية الموسم المنصرم. ويسعى صاحب 31 عاما للتعاقد مع فريق جديد في أسرع وقت، خاصة وأنه يطمح لاستعادة مكانه في صفوف منتخب الجزائر انطلاقا من فترة التوقف الدولي المقبلة. هل يتعاقد الزمالك مع يوسف بلايلي؟ وانضم نادي الزمالك لقائمة الأندية المهتمة بالتعاقد مع الجناح الطائر خلال فترة الانتقالات الصيفية، وفقا لما كشف عنه موقع فينيك فوتبول الجزائري. ويسعى بطل مصر في 14 مناسبة لتقوية صفوفه بنجوم جدد، تحسبا لمنافسات الموسم الجديد الذي سيسعى فيه لتجديد العهد مع الألقاب المحلية والخارجية. وسبق لعدة أندية عربية أن دخلت سباق ضم يوسف بلايلي، من بينها الترجي التونسي والرجاء المغربي، الطامحان أيضا لاستعادة توهجهما بعد خسارتهما للقب الدوري المحلي. كما يتواجد نجم الخضر على رادار 3 أندية جزائرية تبحث عن التعاقد معه، وهي شباب بلوزداد ومولودية وهران ومولودية الجزائر. ماذا قدم يوسف بلايلي مع منتخب الجزائر؟ أصبح يوسف بلايلي مطلبا شعبيا للجماهير الجزائرية بعد الفراغ الكبير الذي تركه في تشكيلة منتخب الخضر خلال فترة التوقف الدولي الماضية. وكان سعيد بن رحمة نجم وسيتي هام يونايتد الإنجليزي قد فشل مجددا في ترك انطباعات طيبة مع منتخب الجزائر بعد أن شارك أساسيا خلال مواجهة الديربي الودي أمام تونس. وقدم يوسف بلايلي مستويات قوية مع منتخب الجزائر منذ ظهوره الأول عام 2015 خلال المباراة الودية أمام قطر. وشارك بلايلي في 49 مباراة مع الخضر في مختلف المسابقات، سجل فيها 9 أهداف وأهدى 32 تمريرة حاسمة. في الأخير، هل أنت مع عودة يوسف إلى المنتخب؟ شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك كل الأخبار الجديدة والحصرية عن محاربي الصحراء.